قال احنا فقدنا واحد من أعمدة معركة الكرامة، شهيد ياسر الاحتياطي المركزي. وكثير احنا بنناديه يا ياسر وبنسلم عليه هنا وبيرد علينا في الميدان. وربنا سبحانه وتعالى في معركة الكرامة سخر يعني للشعب السوداني ناس نحسبهم إن شاء الله من الشهداء والشهود والذين جاهدوا، وربنا يتقبلهم ويتقبل جهدهم وجهادهم. وياسر يعني يمثل كرامة الشعب السوداني، ويمثل كرامة قوات الشرطة، ويمثل كرامة الاحتياط المركزي. فياسر والرفاق وقفوا الموقف المشرف والموقف البطولي، وياسر والرفاق ربنا يتقبله إن شاء الله ويثبته عند السؤال. حملوا راية الشرطة في السودان، وتدين وزارة الداخلية وتدين قوات الشرطة في السودان لمجموعة الاحتياط المركزي في مدرمان ولياسر والرفاق. ربنا يعني يتقبل منهم. فكان الأمر يغلق منامه إنه حي الدوحة ده الدعم السريع ما استباحوا، ما سرقت البيوت، ما سرقت العربات. فكان بيقول انه والله يا اخي، وكثير بيناشد في الفيديوهات اللي بيعملها لكم يوميا، وعنده فيديو حسي هو بيبارك لكم العيد من جوا الدوحة ومعاه الرفاق قبل 22 ساعة. فكان همه انه الناس ترجع بيوتها، وانه قيادة تشكل من الجيش ووالي الخرطوم واعيان ولجان حي الواحة عشان يستلموا البيوت دي. بيقول لكم حتى الثلاجات اللي خليتوها شغالة للآن قاعدة شغالة بالأكل اللي فيها، ما في زلها بشر. واحنا شفنا المجموعة دي من هيئة العمليات في حي الدوحة والاحتياطي المركزي وتاكسس والجيش والعمل الخاص بينوموا في الشارع. كل يوم بيصبح علينا ياسر بفيديو من الشارع، عشان ما في زول يقول والله يا أخي قعدوا جوا البيوت ولا قعدوا في حيشاننا. ياسر بيشيل الفرشه بينوم في خشم الباب برا، هو والمجموعه المقاتله دي سلاحهم جنبهم وفارشين ملايات في الوطن نايمين. بيصحوا الصباح هم في الشارع، ما بيركبوا عربيه يمشوا ولا يفتشوا. فتدينهم درمان لهؤلاء الابطال ضحوا بدماؤهم وضحوا بارواحهم، وكانوا طالعين كايسين الموت عشان انت ترجع بيتك امن، عشان السودان يرجع امن. احنا شفنا بسالة، شفنا صمود. نسأل الله انه يخلص ويخلص نواياهم، ونسأل الله انه يتقبل جهدهم وجهادهم. في العزاء احنا في ياسر بعزونا ما بنعزي، احنا في ياسر بعزونا ما بنعزي في ياسر.